بس في لحظات صعبة جدًا، جدًا بتعدّي عليَّ وأنا واقف في البورد، إن أنا ممكن جدًا أقول معلومة وأنا مش في حالتي، وهُم قاعدين تنّحوا خلاص والدنيا باظت. في لحظة كده باحس إن هي ممكن تبقى بلوك، قفلت عارف اللي بقى، هي هو قفلت معايا، خلاص. ودي حصلت كذا مرّة، بس أنا ما بيأسش، يعني أنا دايمًا باقول خلاص باطلع، وفي ناس ما تعرفش الموضوع ده، أنا باكتب على الموبايل عندي في chat كده معيّن إن النقطة دي ما اتفهمتش في حصة كذا. حلو. وبعد كده باجي الحصة اللي بعدها أبدأ بيها، وممكن كمان أكون جايب لهم فيديو أو جايب لهم حتى حاجة في طلبة ساعات تساعدهم. بتستغرب تقول لي: يا دكتور أنت قُلت الحتة دي في الحصة دي، مثلًا طالب عوّض حصة، فيقول لي: أنت الحتة دي قُلتها هنا ليه؟ إمم. هو أنت مش كنت قايلها الحصة اللي فاتت؟ لأ أنا عارف المجموعة دي ما فهمتش المعلومة دي مني المرّة اللي فاهم. فاتت، فأنا دوّرت لهم طول الأسبوع على حاجة توصّلها توصّل بشكل لهم أفضل. المعلومة ولمّا بقى باحس بنظرة الفرحة في عينيهم إن هم فهموا أو حطيت بعدها سؤال وفهموا وحلّوا السؤال، ياه! ده فرحة كبيرة أوي، باحس بلذة انتصار كده، اللي هو خلاص أنا انتصرت، إمم. عرفت أوصّل المعلومة.